بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من قناة سلام المباركة، وأرحب بكم في رحاب حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية، وهي الحلقة رقم 67. في هذه الحلقة مشاهدي الكرام، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. اليوم سيداتي سادتي، ارتأيت أن أتحدث عن ما نشر في وسائل الإعلام في الأيام الماضية، وهو تحت عنوان اليوم العالمي للغة العربية. نحن نجاري ما ينشر باعتبار أنه الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات وبعض الجهات المعنية بمسألة اللغة العربية، يعني قالوا إنه يوم 18 ديسمبر من كل عام هو يوم عالمي للغة العربية. في قناعتي وقناعة كثير من الناس أن كل يوم تشرق فيه شمس هذه الدنيا هو يوم من أيام اللغة العربية. واللغة العربية لا تحتاج إلى لا من الأمم المتحدة ولا من أي منظمة في الدنيا، وحتى من سكان الدنيا كلها، لا تحتاج أن يخصصوا يوما معينا فيقول هذا اليوم العالمي للغة العربية. اللغة العربية اكتسبت عالميتها واكتسبت يومها وديمومتها منذ أن نزل بها القرآن الكريم. طالما هذا القرآن الكريم بين أيدينا والإسلام في قلوبنا، فإن اللغة العربية كل يوم في هذه الدنيا هو يوم اللغة العربية. ولكن جريا على ما تجري به وسائل الإعلام والبرامج وما إلى ذلك، نحن برضو نتماهى مع ذلك، فنتحدث عن اليوم العالمي للغة العربية، وهو الذي يصادف 18 من ديسمبر كانون الأول من كل عام. فقد قررت الأمم المتحدة الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ، لأنه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في كانون الأول ديسمبر 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بمعنى يمكنك أن تتحدث باللغة العربية. وذلك يحسب للمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، حيث تقدمتا باقتراح إلى الأمم المتحدة خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو. وبعد جهود بذلت منذ خمسينيات القرن الماضي، أسفرت عن صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 878 الدورة التاسعة المؤرخة في 4 ديسمبر 1954، يجيز الترجمة التحريرية فقط إلى اللغة العربية، تحريرية فقط وليس للحديث بها، ويقيد عدد صفحات ذلك ب4000 صفحة في السنة. شوف، هي شكل من أشكال الدكتاتورية يعني، وشرط أن تدفع الدولة التي تطلبها تكاليف الترجمة، وعلى أن تكون هذه الوثائق ذات طبيعة سياسية أو قانونية تهم المنظمة العربية. بعد ذلك في عام 1960 اتخذت اليونسكو قراراً يقضي باستخدام اللغة العربية في المؤتمرات الإقليمية التي تنظم في البلدان الناطقة بالعربية، وبترجمة الوثائق والمنشورات الأساسية إلى اللغة العربية. واعتمد في عام 1966 قرار يقضي بتعزيز استخدام اللغة العربية في اليونسكو، وتقرر تأمين خدمات الترجمة الفورية إلى العربية ومن العربية إلى لغات أخرى في إطار الجلسات العامة فقط. وفي عام 1968 تم اعتماد العربية تدريجيا لغة عمل في المنظمة، مع البدء بترجمة وثائق العمل والمحاضر الحرفية وتوفير خدمات الترجمة الفورية إلى اللغة العربية. واستمر الضغط الدبلوماسي العربي، والذي برز فيه المغرب أي المملكة المغربية بالتعاون مع بعض الدول العربية الأخرى، إلى أن تمكنوا من جعل العربية تستعمل كلغة شفهية خلال انعقاد دورات الجمعية العامة في سبتمبر
عام 1973. وبعد إصدار جامعة الدول العربية في دورتها 60 قراراً يقضي جعل اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للأمم المتحدة وباقي هيئاتها، ترتب عنه صدور قرار الجمعية العامة رقم 3190 خلال الدورة 28 من ديسمبر 1973، يوصي بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وهيئاتها. أما مسألة استخدام اللغة العربية كلغة عمل في دورات المجلس التنفيذي فأدرجت في جدول الأعمال 1974 بناء على طلب من حكومات الجزائر، العراق، ليبيا، الكويت، المملكة العربية السعودية، اليمن، تونس، وجمهورية مصر العربية، ولبنان. وفي أكتوبر من عام 2012 عند انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لليونسكو تقرر تكريس 18 من ديسمبر يوما عالميا للغة العربية، واحتفلت اليونسكو في تلك السنة للمرة الأولى بهذا اليوم. وفي 23 من أكتوبر 2013 قررت الهيئة الاستشارية للخطة الدولية للتنمية الثقافية العربية أرابيا التابعة لليونسكو اعتماد اليوم العالمي للغة العربية كإحدى العناصر الأساسية في برنامج عملها لكل سنة، أي 18 من ديسمبر من كل عام يحتفل به كيوم للغة العربية. ولا بأس به أنت تكون شيئا من ذلك، ولكن كما قلنا القرآن الكريم شرف هذه اللغة وجعل كل أيام السنة، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، من ذلك النزول بالقرآن الكريم باللغة العربية ولغة قريش أخذت اللغة العربية مكانتها العالمية. وتقول الأمم المتحدة في واحدة من بواباتها الإلكترونية: تعد اللغة العربية ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتحدث بها يومياً ما يزيد عن 400 مليون نسمة من سكان المعمورة، وقد يزيد على ذلك. ويتوزع متحدثو اللغة العربية بين المنطقة العربية وعديد المناطق الأخرى المجاورة كتركيا وتشاد ومالي والسنغال وإريتريا. هذه طبعا الأمم المتحدة بتصنف على أن إريتريا ليست دولة عربية، ولكننا ليس نزعم بل نؤكد على أننا عرب، مصداقا لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: والبشرية كل من تحدث العربية فهو عربي. هذه، وطالما كل من تحدث العربية فهو عربي، أي دولة يتحدث فيها الناس بالعربية فهي دولة عربية. هذا على الرغم من أنه أنا برضو عملت في جامعة الدول العربية وفق اشتراطات معينة لمن هي الدولة العربية وما إلى ذلك، وهذا ليس مجال الحديث عنه، لكن مصداقا وتنفيذا لقوله صلى الله عليه وسلم: ليست العربية لأحدكم، وليست العربية فيما معناه ليست لأب ولا لأم، وإنما العربية لسان، وكل من تحدث العربية فهو عربي. ولذلك عزيزي المشاهد تقول الأمم المتحدة: حيث إن اللغة العربية أو للغة العربية أهمية قصوى لدى المسلمين، فهي لغة مقدسة أي لغة القرآن، ولا تتم الصلاة وعبادة أخرى في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها. كما أن العربية كذلك هي لغة الشعائر الرئيسية لدى عدد حتى في الكنائس المسيحية في المنطقة العربية، حيث كتب بها كثير من الأعمال الدينية والفكرية كتب بها اليهود في العصور الوسطى. وتتيح اللغة العربية الدخول إلى عالم زاخر بالتنوع بجميع أشكاله وصوره، ومنها تنوع الأصول والمشارب والمعتقدات، كما أنها أبدعت في مختلف أشكالها وأساليبها الشفهية والمكتوبة والفصيحة وحتى العامية، ومختلف خطوطها وفنونها النثرية والشعرية، آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب في ميادين متنوعة تضم على سبيل المثال للحصر الهندسة والشعر والفلسفة وحتى الغناء. وسادت العربية
لقرون طويلة من تاريخها بوصفها لغة السياسة والعلم والأدب، فأثرت تأثيرا مباشرا أو غير مباشر في كثير من اللغات الأخرى في العالم الإسلامي، مثل التركية والفارسية والكردية والأردية والماليزية والأندونيسية والألبانية، وبعض اللغات الإفريقية الأخرى مثل الهوسة والسواحلية، وبعض اللغات الأوروبية خاصة المتوسطية منها كالأسبانية والبرتغالية والمالطية والصقلية. وفضلا عن ذلك عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة، مثلت اللغة العربية حافزا إلى إنتاج المعارف ونشرها، وساعدت كذلك على نقل المعارف العلمية والفلسفية، بالذات الفلسفة اليونانية والرومانية، إلى أوروبا في عصر النهضة، كما أتاحت إقامة الحوار بين الثقافات على طول المسالك البرية والبحرية لطريق التحرير من سواحل الهند إلى القرن الإفريقي. وفي إطار دعم وتعزيز تعدد اللغات وتعدد الثقافات في الأمم المتحدة، اعتمدت إدارة الأمم المتحدة التواصل العالمي، فعرفت سابقا باسم إدارة شؤون الإعلام، قرار عشية الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم بالاحتفال بكافة اللغات من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وبناء عليه تقرر الاحتفال باللغة العربية في 18 من كانون ديسمبر، كانون الأول ديسمبر، كونه اليوم العالمي الذي صدر فيه القرار العام للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3190 المؤرخ بالثامن عشر من كانون الأول ديسمبر 1973، المعني بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة. والغرض من هذا اليوم هو إذكاء الوعي بتاريخ اللغات، أي تاريخ اللغة وثقافتها وتطورها، من خلال إعداد برنامج أنشطة وفعاليات خاصة. هنالك أيضا معلومة تقول أن الزعيم إبراهيم سلطان أول من تحدث في الأمم المتحدة باللغة العربية في زيارته إلى هناك، رحمة الله عليه وعلى كل شهداء المسيرة والأمة الإسلامية جميعا. احتفالية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، كان موضوع الاحتفال هذا العام 2022 مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية، حيث سلطت اليونسكو الضوء على المساهمات الغزيرة للعربية في إثراء التنوع الثقافي واللغوي للإنسانية فقط، ليس الإنسانية فقط، بل مساهمتها في إنتاج المعارف، وذلك من خلال موضوع الاحتفال لهذا العام. ونظم اليونسكو بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة في هذا العام 2020 سلسلة من النقاشات والفعاليات الثقافية، بدأت في 16 من كانون الأول في مقر المنظمة في باريس. مشاهدي الكرام، فاصل قصير وأعود إليكم ونتحدث في رحاب الاحتفال بهذه اللغة، لغة القرآن الكريم، اللغة الشريفة، لغة أهل الجنة في الجنة، وهي لغة الله سبحانه وتعالى. نأتي فنتحدث عن مكانة وشرف هذه اللغة العربية. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، فدعونا نتحدث عن مكانة ونشأة هذه اللغة العربية ومكانتها بين اللغات المعاصرة كذلك. تقول المراجع التي وقفنا عندها: اللغة العربية هي واحدة من أشهر اللغات الموجودة على وجه الأرض، وهي اللغة التي تعرف باسم لغة الضاد. ليس هنالك هذا الحرف إلا في هذه اللغة العربية، وهذه ميزة بحد ذاتها. كما أن اللغة العربية من اللغات الفضفاضة الواسعة، وهي لغة الاشتقاقات، يعني حتى إن العرب فيما مضى كانوا يتفاخرون بها وبقدرتهم الكبيرة على قول الشعر باللغة العربية، وضرب الكثير من الأمثال والبلاغة وحتى النثر ضربت به الأمثال، سواء كانت في الكتب والمراجع، العقول العربية وغير العربية. واليوم عزيزي المستمع والمشاهد الكريم، نتعرف على مكانة تلك اللغة وهذه اللغة العظيمة
بين باقي لغات العالم المعاصر. كانت اللغة العربية في الزمن الماضي من اللغات الفصيحة التي كان العرب يتفاخرون بها، وقد كانت على تلك الحالة حتى اختلطت اللغة العربية بعدد كبير من العناصر الدخيلة من اللغات العجم. وأولئك العجم هم الذين دخلوا الإسلام في عصر الدولة الأموية، ودخلوها بعدد أكبر بكثير من ما دخل عليه في الإسلام في العصر العباسي. ومن وقتها فقد أعجمت الألسنة تأثرت لغة الضاد وبهت بريقها بعض الشيء، ومن هنا احتاج كثير من رجال القواعد ضبط اللغة والألسنة وتقويم ذلك الإعوجاج الذي حدث بها وفلترتها من كل المصطلحات الدخيلة عليها. ومن المعروف عزيزي المشاهد أن اللغة العربية من أقدم اللغات التي وجدت على الأرض، وأصل اللغة العربية يرجع إلى اللغات السامية، واللغات السامية من بينها 5 لغات. نحن كشعب إريتري يعني عندنا منها 3: اللغة العربية والتجرينية والتجريت، دي كلها لغات سامية، ويشاركون فيها الجيران الإثيوبيين اللغة الأمهرية أيضا لغة سامية، واللغة العبرية اللي هي الموجودة في إسرائيل. ولذلك هذه قبيلة واحدة وهي لغات سامية. بالتالي نحن في إريتريا لدينا 3 لغات سامية، هذه عروبة بحد ذاتها، وهي تعتبر الأقرب إليها من كل اللغات التي تعود إلى نفس الأصل. كما أن أقدم نص للغة العربية قد وجد ويرجع تاريخه إلى القرن الثالث الميلادي، وهي كانت عبارة عن مقاطع شعرية جاهلية تتميز ببلاغة لغتها وبأسلوبها الراقي، وكانت تتميز بوزنها الشعري المنتظم. كما أن أغلب الأقوال ترجع إلى أن أصل اللغة العربية يرجع إلى بلاد الحجاز، والتي توجد في شبه الجزيرة العربية، هي المملكة العربية السعودية. وقد تطور الزمن نتيجة إلى عدد كبير من العوامل ودخول الكثير من الحضارات المختلفة وعدد من اللغات واللهجات وتلك الأجناس التي كانت تأتي إلى سوق عكاظ، واحدة من الأسواق الشهيرة، والمجنة، سوق عكاظ والمجنة وغيرها من الأسواق التي كانت بمثابة مرابد للشعر والفصاحة، والناس كانوا، والمعلقات المعروفة كانت تلقى في هذه الأسواق، ويعني نقدر نقول عليها أروقة بتاعت ومؤتمرات جماهيرية للشعب والمتذوقين، ويأتي الشاعر ويلقي قصائده. إن شاء الله في يوم من الأيام نحن نتحدث عن المعلقات، ما هي وما هي أبرزها وكيف كان يتعامل معها الناس. والأسواق هي العامل الأساسي الذي كان له تأثير كبير في اللغة العربية الفصحى وتطور بشكل كبير. ودعونا نتحدث عن أهمية اللغة العربية، على الرغم من أنه نحن تحدثنا عنه، ولكن برضو الحديث عن أهميته شيء مهم، خاصة ونحن نحتفل بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. تقول المراجع عزيزي المشاهد إن اللغة بشكل عام واحدة من أهم المميزات التي منحت للإنسان، فمن خلالها يستطيع التواصل بين البشر، وهي فعلا هبة من الله سبحانه وتعالى، وهي من المؤهلات الاجتماعية الهامة التي يجب أن تتوفر في كل إنسان حتى يعبر عن نفسه وعن مشاعره وعن احتياجاته يحتاج إليها الفرد أو حتى مع الجماعة. ويعود أهمية اللغة العربية إلى أنها واحد من أهم المكونات لأي مجتمع. طبعا نحن كمسلمين تمثل عندنا يعني من أهم الأشياء المهمة بالنسبة لنا نحن كمسلمين. كما أن اللغة العربية تعتبر من أهم العوامل في بناء الحضارات والثقافات، وتعتبر من أهم الأسباب التي عملت على قيام الدولة وإنشائها، ذلك لأن التواصل عادة ما يكون باللغة. كما أن قوة وبلاغة اللغة العربية تعتبر واحدة من أهم عوامل التماسك المجتمعي الذي ينطق بها
وتهتم اللغة العربية كثيرا بقواعدها وأيضا بعلومها وأدبها وضوابطها، وتعتبر تلك العوامل من أهم أشكال الرقي في التفكير وأيضا في السلوك. نحن لو أخذنا المجتمع الإريتري عزيزي المشاهد، يعني لنا 9 قوميات، وقد يكون 10 وقد يكون 11، أيا كان. اللغة الجامعة في إلى عهد قريب، اللغة الجامعة التي كانت تجمع أكبر عدد من المتحدثين في إريتريا كانت اللغة العربية، ولا تزال حتى اليوم. نعم، اليوم تشارك اللغة التجرينية نتيجة لأنها لغة الحكم اليوم، وبالتالي لكن إلى عهد قريب وحتى اليوم مع سيطرة وهيمنة اللغة التجرينية في الواقع الإريتري، لكن اللغة العربية أيضا لا تزال محتفظة بمكانة. هذه القوميات من القوميات التسعة والعشرة عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، يعني 6 أو 7 قوميات تجمعها هذه اللغة، يستطيعون أن يتحدثوا ويتفاهموا بها، بخلاف أنه كل واحد فيهم لو مسك لغة ثانية فيمكن أن لا يتحدث، لا يتفاهم. لو أخذنا على سبيل المثال، لو جلسوا مثلا واحد من قبيلة، خلونا إحنا نقول قبيلة ذات، من قبيلة البليل، ومن قبيلة الساهو، ومن قبيلة التجري، ومن قبيلة العفر، ومن قبيلة النارة، ومن قبيلة الكنامة، ومن قبيلة الجبرتة. هؤلاء إذا ما جلسوا لكي يتحدثوا، ليس هنالك مندوحة إلا أن يتحدثوا باللغة العربية، سيستطيعون أن يتفاهموا. أليست هذه وحدة جامعة؟ نجي إلى السودان. السودان لم يتعرف ولم يأخذ اللغة العربية لغة يعني جامعة إلا في عهد قريب يعني، وكل تلك النحل والملل ما كانت تتحدث إلا بلغاتها ولهجاتها، فتوحد الوجدان السوداني في هذه اللغة العربية. وأضرب وقس على ذلك كثير من الدول. عندما نتحدث عن مكانة اللغة العربية عزيزي المشاهد، إن اللغة العربية قد حظيت على اهتمام كبير وعناية عن باقي اللغات، ذلك لأن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهي من أعظم وأكبر أهمية لتلك اللغة العظيمة. ذلك لأن الله تبارك وتعالى قد خص اللغة العربية وجعلها لسان القرآن، وسيتم ترديد اللغة العربية على لسان المسلمين حتى قيام الساعة بسبب ذلك الكتاب العظيم. فماذا يكون يوم 18 من ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية؟ يعني في النهاية فكروا قالوا خلاص العرب ديل والمسلمين ديل نعترف باللغة حقهم. يعني كانت تحصيل حاصل أنا بقول، ولم يضف شيئا لمكانة اللغة العربية، لكنه حق اكتسب عن جدارة، ويكفيها أنها هي لسان القرآن الكريم ولسان المسلمين. وعندما نتحدث عن مزايا وخصائص اللغة العربية، كما ذكرنا ذلك في كثير من الحلقات، وعرفنا بأن اللغة العربية من اللغات الخالدة التي لا تنتهي مع مرور الزمن أبدا. لغات كثيرة برزت وانتهت، حتى هذه اللغة الإنجليزية اليوم المسيطرة يوم من الأيام حتزول، لأن هي طبيعة اللغات هكذا. والتاريخ حدثنا عن لغات كثيرة اندثرت بعد أن سادت وهيمنت، وهذه اللغة المسيطرة الآن برضو ستزول، إلا هذه اللغة ستكون باقية ما بقي الزمان، وبقيت على هذه الكرة بقي الناس والإنسانية. ذلك حسب بعض الدراسات التي قامت بها جامعة برمنغهام. نحن نأتي بشواهد من أولئك. نعم عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، لماذا ستبقى هذه اللغة أبد الدهر؟ تقول الدراسات إن اللغة العربية يوجد بها الكثير من المميزات التي تميزها عن باقي اللغات، منها مثلا حرف الضاد، ذلك الحرف الذي لا يوجد في أي لغة أخرى في العالم. ومن أهم مميزات هذه اللغة الفصاحة، وهي تكون خالية من أي كلام يشوبها أو أي تنافر في الكلمات وضعف التأليف وأيضا التعقيد اللفظي. كذلك الترادف، وهو معناه
أن تدل عدد الكلمات على نفس المعنى. إن كان هذه لنا فيها رأي، ليس هنالك معنى واحد لأي كلمة في اللغة العربية، وهذه ميزة ميزة اللغة العربية، لكل كلمة معنى محددا. قد تتفق تلك الكلمات في معاني جامعة، لكن هنالك تفصيل دقيق. يعني السيف هذا الذي له كمية من الأسماء، أكثر يمكن من 50 اسم، كل اسم له معنى محدد. الأسد برضو له كذا اسم، وكل اسم له معنى محدد. كذلك من مميزات هذه اللغة الأصوات ودلالاتها على المعاني، بمعنى أي يفهم من كل كلمة بشكل عام أو حتى دقيق من خلال بعض الأصوات، وهي واحدة من أهم المميزات التي توجد في اللغة العربية في الأصوات. كثرة المفردات. طبعا مفردات اللغة العربية مقارنة بمفردات اللغة الإنجليزية، يعني يعني مسألة زادة، يعني تستغرب أنه كيف سادت هذه اللغة الإنجليزية أن تصبح لغة العلم والمعرفة ولغة الدنيا كلها. يعني فرق ملايين. كثرة المفردات. إن اللغة العربية تحتوي على عدد كبير جدا من المفردات، وهو الأمر الذي لا يوجد في أي لغة أخرى موجودة في العالم. فلا يوجد لغة في العالم بها نفس العدد أو حتى عدد أكبر من الذي تحتويه لغة الضاد. والمعلومات التي وقفت عليها قبل فترة أن اللغة العربية بها أكثر، قرابة 15 مليون مفردة، بينما اللغة الإنجليزية لا تتعدى 600 ألف كلمة يعني مفردة، إن لم أكن مخطئ، لكنها والله لم تصل حتى إلى مليون واحد. هذه اللغة العربية بها أكثر من 12 مليون مفردة، وكل مفردة لها معنى مختلف. وكذلك مما يميز هذه اللغة، واللغويون يعرفون ذلك، ونحن إن شاء الله سنستضيف أستاذنا دكتور أستاذ صلاح حامد، استضفناه في حلقة من حلقات هذا البرنامج، فأكد أنه سيأتينا بمعلومات غاية في الأهمية و... والإفادة. الفرق بين، وهو رجل يدرس في الأدب المقارن يعني. أيضا من مميزات هذه اللغة تمتاز بعلم العروض، ذلك العلم الذي يعمل على تنظيم أوزان وبحور الشعر العربي. نعم عزيزي المشاهد، وعلم العروض هذا يهتم بأوزان وبحور الشعر، وله دور كبير في وضع القواعد الرئيسية لكتابة أي شعر عربي. ذلك الأمر الذي يجعل الشعر العربي، وهو الشعر الأكثر بلاغة وفصاحة في العالم، ويكون ذلك نتيجة إلى اتباع الأوزان المحددة وأيضا القواعد الرئيسية. طبعا دخلت فيها مدارس جديدة الآن، شعر التفعيلة، وإلى أن وصل إلى يعني ما يسمى بقصيدة النثر، وتلك مسألة لنا فيها رأي، وإن شاء الله يوم كده نجي ونتحدث عن ذلك. الآن دعونا مشاهدينا الكرام برضو نتوقف قليلا مع شيء مما كتبه الشعراء في هذه اللغة الجميلة، لغة القرآن الكريم. فاصل قصير وأعود إليكم مشاهدي الكرام. نعم مشاهدينا الكرام، فقد كتب الشاعر محمد حسن الظافر الهلالي يمجد هذه اللغة. كتب يقول: سبحان من في علمه السر كالجهر، سبحان من في علمه السر كالجهر، مقسم الأرزاق في البر والبحر. ومن بعد هذا يا أخي هاك قصة مشوقة الأحداث قد شغلت فكري. لقد خلت حوراء العيون جميلة، لها أثر في القلب أقوى من السحر، فتاة كأن البدر يشبه وجهها، ولكنها أبهى جمالا من البدر. والله كلام جميل. يقول: سبحان من في علمه السر كالجهر،
مقسم الأرزاق في البر والبحر. ومن بعد يا أخي، هاك قصة مشوقة الأحداث قد شغلت فكري. لقد قلت حوراء العيون جميلة، لها أثر في القلب أقوى من السحر. فتاة كأن البدر يشبه وجهها، ولكنها أبهى جمالا من البدر. ولكنني لما رأيت دموعها تسيل على الخدين كالماء بالنهر، تفطر قلبي بالهموم وبالأسى، وصرت بما أدريه من قبل لا أدري. فقلت لها: من أنت؟ قالت: أنا التي حفظت لكم قدرا وضيعتموه قدري. فقلت لها: من أنت؟ قالت: أنا التي حفظت لكم قدرا وضيعتموه قدري. فقلت لها: بالله ربك افصحي. فقالت: أنا أم المشاعر والشعر. أنا لغة الإعراب من كل أمة. أنا لغة الآداب من سابق الدهر. أنا لغة قد شرف الله قدرها، بها أنزل القرآن في ليلة القدر. فقلت لها: أهلا وسهلا ومرحبا، عليك سلام الله يا لغة الذكر. ولكن لماذا تظهرين حزينة؟ فقالت: بأسباب بأسباب قومي لست أرغب ذكرهم، وإن ذكروا عندي يضيق بهم صدري. ولكن لماذا تظهرين حزينة؟ فقالت: بأسباب قوم لست أرغب ذكرهم، وإن ذكروا عندي يضيق بهم صدري. أناس أراهم ينظمون قصائدا ضعافا بها قد شوهوا سمعة الشعر. ومن عجب قالوا درسنا علومها وما عرفوا مواضع النصب والكسر. فقلت لها: لا تحزني وتصبري قليلا، فلا تحيا الضفادع في البحر. وحاورتها حتى تبدل حالها، وقالت: لقد حررت فكري من الأسر، وأخرجتني من بيت هم دخلته، وأبدلتني عن حالة العسر باليسر. وقالت: جزاك الله عني محمدا بخير جزاء، حيث بينت لي أمري. وصلوا على المختار من خير أمة، شفيع عباد الله في موقف الحشر. صلى الله عليك يا رسول الله. هذا حوار لطيف جرى بين اللغة العربية والشاعر محمد حسن ظافر الهلالي. هذه لغة الجمال والشعر والأدب. وأيضا مما يميز هذه اللغة أنها لغة الإعراب. والإعراب هذا هو فن من فنون اللغة العربية المتميزة به، ما موجود في لغات أخرى. حتى اللغة الإنجليزية المسألة الإعرابية والنحو لا يتعدى الفاعل والمفعول والمجرور والموصوف والصفة والموصوف وحروف الجر والمبتدأ والخبر. حتى المبتدأ والخبر ما عندهم، بس المبتدأ يعني، وأن يكون الفعل تبديه الاي ان جي يتحول إلى مصدر كمبتدأ يعني. أنا لست عالم ولا كثير معرفة باللغة الإنجليزية، ولكن مما أعرفه أنها يعني لو أدينا مثلا لغة الإعراب، القرآن لغة الإعراب، هذه اللغة العربية فيها أخذت 100% من فن الإعراب. وهذا فن بحر من البحور يعني. والله اللغة الإنجليزية قد لا تأخذ يمكن 10% من فنون الإعراب اللي تأخذ اللغة العربية 100%. يكفي أن يعمل واحد دراسة دكتوراه في إن وأخواتها مثلا يعني، أو في الحروف المقطعة. أنا ما زي ما قلت، أنا ما عنديش معرفة كثيرة، لكن أشك أنه يكون في حرف مقطع في اللغة الإنجليزية يدل يعني كأنه هو جملة.
ري لما نقول ري في اللغة العربية لها معنى، بل هو فعل أمر. طي، قاف، بس هذا القاف طي. وقاف ذاته لما يجي لوحده، الحروف المقطعة في القرآن الكريم لحكمة وبلاغة يعلمها الله سبحانه وتعالى خدتها لنا قاف والقرآن المجيد، نون والقلم وما يسطرون. والحروف المقطعة مرات يكون حرفين زي حاميم مثلا، مرات يكون 3 أحرف ألف لام راء، مرات يكون 4 ألف لام ميم راء، مرات يكون 5 حاميم عين سين قاف، ومرات يكون برضو كاف ها يا عين صاد 5. أعتقد الحروف المقطعة حدها 5. وأشك أن يكون في اللغة الإنجليزية في حروف مقطعة ولها معاني بالذي قلناه أو بالمعنى الذي ورد فيه في القرآن الكريم. ولذلك لما يجوا يترجم، والشيخ صلاح حامد أشار إلى واحد من ذلك في لقائنا معه، لما يترجموا معاني القرآن الكريم هم خرجوا بس بمعاني ترجمة معاني القرآن، فصعب ترجمة القرآن الكريم إلى لغة أخرى، بل ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة العربية ذاته مشكلة. ولذلك تتميز هذه اللغة بهذا الجمال وهذه المميزات. فواحدة من فنون ومميزات هذه اللغة فن الإعراب. والإعراب يعني هو بحر وجميل جدا، بل فيه مدارس الإعراب، الكوفيون قالوا هكذا والبصريون قالوا هكذا. وطبعا الناس يعتمدوا على البصريين أكثر فصاحة وأكثر ثبات في المعنى، ولكن كلهم معتمد، البصريون والكوفيون في معنى واحد تلاقي فيها أساليب كثيرة من المدارس. بل حتى في فن الشعر بحد ذاته في البحور هنالك من قال آه يعني بحور الشعر، وبل أيضا هنالك بحور حديثة. في موقع في حب اللغة العربية وجدت ما يلي عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهد. نقول نظير ونظير، فالنظير غير النظير. لما نغير الضاء إلى ضاد اللغة، نظير شبيه ومثيل. أما نظير فهو جميل. وتقول ناظرة وناظرة، الناظرة المتأملة للشيء بالعين، أما الناظرة فالحسنة والمشرقة والمتهللة. أشك أنه اللغات الثانية غير الأخر، يعني غير اللغة العربية، على سبيل المثال هذه الصلعة مثلا، الصلع في اللغة العربية هو ما ترونه على 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 رأسي يعني، وقد تكون في اللغات الثانية كلمة واحدة، إنما في اللغة العربية لها أكثر من اسم، وكل اسم يدل على شيء معين. فالصلع وترتيبه، تقول فلان أنزع وأجلح وأجلى وأصلع وأحص في اللغة كما قال الثعالبي. فبالتفصيل إذا انحسر الشعر من جانبي جبهة الرجل فهو أنزع من جانبي من الاتجاهين، فإذا زاد قليلا فهو أجلح. والسودانيين بيقولوا عنده جلحات، يعني جلحات يقول لك يعني إذا تمددت شعر من هنا. فإذا بدأ، وهي الصلعة عادة تبدأ بالجلحات من هنا، فإذا بدأ جانبي الشعر الرجل في الانحسار في التساقط يعني فهو أنزع. إذا زاد قليلا فهو أجلح. فإذا بلغ الانحسار نصف الرأس فهو أجلى وأجله. فإذا زاد فهو أصلع. فإذا ذهب الشعر كله فهو أحص، ألف حاء صاد. وفي ذلك أنا قلت عندما بدأت، يبدو لي بدأت فينا عندما كنت شعري أنزع، يعني بدأت الانحسار القليل، فقلت يعني في واحدة من اللاميات وزمان في الثمانينات هذه، يعني في لامية بقول متى يهم إلى
إلى مثواك ترتحل وجرح القلب من الآلام يندمل. سنين العرب ما زالت معربدة رياح الهوج، لا يحلو لي الأمل. ينازعني زماني كل يوم فلا الأكدار تثنيني ولا النصل. علتني صلعة سمراء زاحفة فلم تلبث شعيراتي فتنفصل. فيبدو الرأس عريانا من الشعر وحسب الرأس ملآنا بما جهلوا. دي واحدة من قصائد البدايات في الثمانينات يعني. وبعدينك في حب اللغة العربية تقول: قط وأبدا، قط وأبدا. تقول: لم أكذب قط. قط هذه تعني ظرف للنفي في الماضي. لن أكذب أبدا، أبدا ظرف للنفي في المستقبل. انظر إلى الفرق بين قط وأبدا، والناس بتتلخبط ساكت يعني، تستخدم هذه في تلك. يعني قط لا يمكن أن تكون إلا لفعل ماضي. أما بالنسبة للفعل النفي في المستقبل فلا بد من استخدام أبدا. لا يجوز استخدام أحدهما في موضع الآخر إلا إذا أمكن تأويل الماضي بمستقبل أو امتد الماضي للمستقبل، مثل: وبدا بيننا وبينكم، قوله تعالى: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله، في سورة الممتحنة. أخطاء شائعة: لم أكذب أبدا، لن أكذب قط. أخطاء شائعة هذه، حيث لم لا تكون إلا ل يعني لا يمكن أن تقول لم أكذب أبدا ولن أكذب قط. العكس ينبغي أن يكون: لن أكذب أبدا ولم أكذب قط للماضي ولن للمستقبل. وقالوا في حب اللغة العربية، يقولون: الأوار شدة حر الشمس، والوديقة شدة الحر. الفرق بين الأوار والوديقة. وقالوا في ترتيب ضخم الرجل، يعني الأحجام ما تختلف، كل حجم له ما يمكن أن نصف به. تقول: باد، فلان باد، إذا كان ضخما محمود الضخم. فلان خدب، والخدب إذا زادت ضخامته زيادة غير مذمومة، الخدب. وتقول: خنبج، والخنبج إذا كان مفرط في الضخامة. فلان خنبج. أما إذا كان نهاية في الضخم في ترتيب، إذا كان نهاية في الضخم فتقول: جلندح، فلان جلندح، ده كان بلغ نهاية في الضخم. في ترتيب ضخم المرأة ذلك في الرجل فتقول: امرأة ربحلة، إذا كانت ضخمة في نعمة وعلى اعتدال. ربحلة، امرأة ربحلة. أما إذا زاد ضخمها ولم يقبح، زاد ضخمها لكنه لم يقبح، فتقول: فلان سبحلة. وتقول: فلانة مفاضة وضناك، إذا دخلت في حد ما يكره من الضخامة. تقول: مفاضة وضناك. أما إذا أفرط ضخمها مع استرخاء لحمها فهي عفضاج، امرأة عفضاج، إذا افترط ضخمها مع استرخاء لحمها. ناتي إلى حلاحل. قال الشاعر امرؤ القيس: يا لهف نفسي إن خطئن كاهلا القاتلين الملك الحلاحل. الحلاحل
هو التام، يقال حول حلاحل، والحلاحل السيد في عشيرته، والحلاحل الشجاع الركين في مجلسه، ولا يقال ذلك للنساء. لا يمكن أن تقول فلانة حلاحل، والجمع حلاحل. وفي كظم القيض وفيض وغيض من فيض قالوا فروق لغوية: الغيض الغضب، أما الغيض القليل، وتقول فيض من غيض. تقولون أو يقول العرب: الحز للحم، أما الجز للصوف. كذلك في الكليات لفظ كل دابة في جوفها روح فهي نسمة. تقول كذا نسمة دابة. كل دابة في جوفها روح فهي نسمة. كل كريمة من النساء والإبل والخيل فهي عقيلة. كل أخلاط من الناس فهم إما أوزاع أو أعناق. كل من له ناب ويعدو على الناس والدواب فيفترسها فهو سبع. كل طائر ليس من الجوارح يصاد فهو بغاث. كل طائر له طوق فهو حمام. كل ما أشبه رأسه رؤوس الحيات والحرابي فهو حنش. ذلك مما أورده الثعالبي في فقه اللغة. يقولون أيضا ماء وليس ماء، هنا في الكتابة يعني إذا كان بعد حرف بعد الهمزة أو قبلها ألف فإنك لا يصح أن تكتب ألفا بعد الهمزة، فتكتب ميم ألف وهمزة على السطر بدون ألف، وهي منصوبة يعني ماخذ تنوين. ماء لا يصح أن تضيف إليها ألفا أثناء الكتابة، مثل بناء وبناء، سماء وليس سماء بالألف، صفاء وليس صفاء بالألف. تضاف الألف في التنوين بالفتح بعد الهمزة إذا لم يسبق الهمزة ألف، مثل جزاء أو بدءا أو رداء. أما إذا سبق بالألف فيكون التنوين بالفتحة على الهمز من دون ألف بعدها. ويقولون في الكليات لفظ كل ما علاك فأضلك فهو سماء. كل ما علاك فأضلك فهو سماء. كل أرض مستوية فهي صعيد. أي أرض مستوية فهي صعيد. كل حاجز بين شيئين فهو موبق. كل بناء عالي فهو صرح. كل شيء دب على وجه الأرض فهو دابة. كل شيء من متاع الدنيا فهو عرض. كل أمر لا يكون موافقا للحق فهو فاحشة. كل شيء تصير عاقبته إلى الهلاك فهو تهلكة. كل ما هيجت به النار فهو حصب. حصب جهنم أنتم لها واردون في القرآن الكريم. وهناك إلى التهلكة وفاحشة وهكذا يعني. كل نازلة شديدة بالإنسان فهي قارعة. كل بستان عليه حائط فهو حديقة. بستان ليس عليه حائط لا يمكن أن تقول عليه حديقة لغة. كل ما يصيد من السباع والطير فهو جارح. ومنها كما ورد في الثعالبي وفي قوله تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.
سورة الكهف. وقال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، في سورة غافر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا والله فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا، سورة النساء. وقال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، صدق الله العظيم، في سورة الأنبياء. وعلى ذكر الآية سبحانه وتعالى قوله: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، تذكرت بروف أحمد علي الإمام، ذلك العالم الجليل رحمة الله عليه، أعلم علماء السودان، ونحن طلابا في جامعة أم درمان الإسلامية في سنة أولى ثانية ثالثة. كنت أنا مولع بمتابعة المناقشات العلمية ورسائل الدكتوراه والماجستير، وأنا لازلت في العام الأول. أول ما أقرأ على البوستر إنه في مناقشة دكتوراه وماجستير طوالي أجي في جامعة أم درمان. فكان من الدكتور البروف أحمد علي الإمام من الناس من العلماء الذين يناقشون رسائل علمية كثيرة. فأذكر هذه الآية دائما كان يرددها بروف أحمد علي الإمام رحمة الله عليه، فيقول للذي يناقشه ويقول لهم، وإذا كان مشرفا عليهم تحديدا يقول له: ابدأ بهذه الآية: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. والذي لا يأتي بهذه الآية وهو أحد المناقشين فيقول له: لو كنت استهللت كلامك بقوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا كنا سنمن عليك ونتبين أننا مررنا بنفس هذه المعمعة التي تمر بها، نناقشك ونخليك تقول ما هذا وما هذا، وفي النهاية الرسالة حتجاز. يعني أي رسالة علمية عندما تصل مرحلة المناقشة فهي مجازة، أي درجة تأخذ جيد جيد جدا امتياز وهكذا يعني. فكان دائما يقول: قولوا كذلك كنتم من قبل، ذكروا الدكاترة وذكروا الذين يناقشونكم، قولوا لهم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أيها الدكاترة أيها المناقشون فتبينوا أمرنا نحن لا زلنا طلاب. فكنت أخبر فيه هذه المسألة. وكانت له يعني تأملات في كتاب الله سبحانه وتعالى، كان له برامج مشهورة في تفسير القرآن الكريم رحمة الله عليه، وهو من أحد العلماء الذين تتلمذنا عليهم وتعلمنا منهم فكرا وشريعة ومنهاجا في هذه الحياة. الله يرحم الله بروفيسور أحمد علي الإمام، كان رجلا عالما وديعا ورجل بسيط ورجل ما شاء الله، يعني كنت أحبه في الله ولا زلت أحبه، وأسأل الله أن يجمعنا به في مستقر رحمته. عندما بلغت مرحلة مناقشة الماجستير في مصر فجبت هذه الآية المباركة، ما أعرف تنبهوا لها أساتذة الكبار الذين ناقشوني، لكنني قلت: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وكان صديقي مصطفى مكي في مرحلة ما بعد الدراسات، ما بعد البكالوريوس، في دراسات التمهيد للماجستير، فكنت أقول له: كان أحد الدكاترة الذين كنت أستمع إليهم وأثناء المناقشة كان يقول هذه الآية، فانتبه لها مصطفى مكي وحي من هنا، فيقول لي: والله دي آية فعلا تصلح لأي زول داخل مناقشة ماجستير ودكتوراه، يعني يقولها للذين يناقشون. بس قال لي: إن شاء الله يفهموا الناس اللي بيناقشوهم وكذا وهكذا يعني. فكذلك كنت من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. رحم الله أساتذتنا الكبار. تحياتي لكم مشاهدي الكرام، محدثكم أحمد شريف في الإعداد والتقديم، وكذلك تحيات وسلامات كل الذين يعملون معنا خلف الكواليس يخرجون هذه الحلقة بالشكل الذي ترونها. وأختم دائما كما أختم به هذا البرنامج، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
كنت معكم في الإعداد والتقديم محدثكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.